السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صباحكم خير وبركة ورزق ورضا وراحة بال من الرحمن. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم طيبين وبخير حبايب قلبي. الله يعطيكم فوق ما تتمنوا وزيادة يا رب، ويكبر بخواطركم جميعا. الله يصلح حالكم حبايب قلبي يا رب. معانا إيه النهارده؟ هنسمي الله كده. ومعايا النهارده حبايبي كيلو من في صدور الفراخ كده. غسلتها بالملح والليمون والدقيق وصفتها كويس جدا، وقمت جايباها هقطعها معاكم كده. خدي بالك وانتي بتقطعها بيبقى ساعات في عظمات صغيره كده، خدي بالك منها عشان ما تعكسكش وانتي بتفرميها. وهقطعها مكعبات كده حبايبي. قطعت اهي الصدور كلها وهحطها كده في الكبة. ممكن ما تنزليش بيها مرة واحدة وتنزلي بيها على مرتين. انا عمالة احط بالبلانشة كده عشان ما استعملش ايديا واشغل الكبة من غير ما اغسل ايدي تاني. واخدة بالك ازاي؟ ودي بالك يا حبيبتي وانتي بتستعملي اي حاجة بعد ما تكوني استخدمت الفراخ، لازم تغسلي ايديكي كويس جدا وتعقمي الرخامة وتعقمي اي حاجة استعملتي، بالذات الفراخ. هنا بقى حبايبي فرمت الفراخ معايا اهوت. اما نعمل بقى هنزل معايا كده بالملح، ومعلقه صغيره كده من البيكنج باودر، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من اللهم صل على سيدنا محمد صغيره كده من الكركم، وحاجه بسيطه كده من الحبهان على روره مطحونين، بتديها طعم وريحه جميله قوي. عاوزه تضيفي بقى توم باودر، بصل باودر، اي حاجه عاوزه تضيفيها. احنا هنعمل ايه؟ صحيح هنعمل كفته الفراخ يا حبايبي. هنعمل كفته فراخ بطريقه جميله، وما شاء الله هنحشيها كده جبنه موتزاريلا حاجه اللهم بارك. بعد ما فرمتها افتكرت لقيت جنب مني فص توم كده مفروم وفلفل اخضر وفلفل احمر، بتديها طعم وتست عالي قوي. لو حابه تستغني عنهم استغني، بس صدقيني اضافه جميله وبتفرق في الطعم. الفراخ نعمت جامد وبقت زي الفل يا اللهم بارك. جبت كده بقى حبايبي كرة صغيرة كده بين ايديك، الحجم طبعا يرجعلك. ومعايا هنا جبنة موتزاريلا على شيدر، يعني جبنة اللي هي اللي مشكلة. لو عندك جبنة رومي بس اي حاجة متوفرة عندك فض ونعم. وجبت كده كيس التلاجة حبايبي، فتحتها وبطهرية بقى سكينة، طهرية اسباتولا، اي حاجة عندك، بتقومي جايه حطها بين الكيستين، بتنعم معاكي الكوره وتديكي صباع كفته ناعم كده وجميل، زي بتاع زي اللي بتشتريه جاهز، بس ده طبعا اوفر وانضف، وعاملاه بكل حب. وعارفه انت ضفتي في المكونات، كفايه ان انت غاسله الفراخ اساسا وضامنه نظافتها. شوفوا لقيت برضو تنسيلة عظم رفيعة خالص اهي بعد ما الفراخ اتفرمت. يعني بيبقى فيه في الصدور حاجات بسيطة كده، يبقى خدي بالك منها. هنا بقى حبايبي بتلف الكورة بكل سهولة. لو حاجة طلعت منك مفيش اي مشكلة، ممكن في الوقت ده تعمليها كفراء ككفتة كريسبي، تضيفيها بقى بعد كده بيض وبقسماط او كريسبي. وممكن تعمليها مشوية زي ما هنعملها، وعلى عين البوتاجاز وفي الطاسة. مش هتاخد معاكي اي وقت ولا مجهود. اكلة صيفية كده من الحاجات الصيفية الخفيفة، وتنفع معاكي للمصايف، لسندوتشات المدارس، حاجة كده تحفة بجد، وبترمي معاكي كمية اللهم بارك. وزي ما انتوا شايفين الصباع عاملاه كبير، يعني ما شاء الله مشبع. هنا بقى حبايبي في بخاخة كده سايباها عندي على الرخامة على طول. اي ما بعمل فراخ او بنضف حوض او كده بستعملها على طول للرخامات وللحوض، بتبقى جميلة قوي وبتدي نظافة وتعقيم اللهم بارك. البخاخة دي بحط فيها كده حبايبي مية وخل، ومعلقة من الكلوركس الالوان، او اي حاجة عندك تكون مطهرة، او ديتول من اللي بنجيبه ده، سايب برضو من بتاع المنظفات، اي مادة مطهرة. ما عندكيش خالص ضيفي مع البريل شوية كلور. يعني في كلتا الاحوال لازم البخاخ ده يبقى عندك عشان تتأكدي كويس جدا من نظافة الرخام والحوض بعد بعد الفراخ.
شايفين بتدي نظافة ولمعان للرخامة معانا. اللهم بارك. حبيت كده اضيف لكم معلومة كده بسيطة في نص الفيديو كده. استحملوني يا حبايبي، يا رب يكون قدرت افيدكم فعلا. والرب لو وصلتوا لغاية هنا والفيديو كده عجبكم، ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب، وتشيروا الفيديو كده مع اخواتكم وحبايبكم للإفادة. لعل كده الدل على الخير كفاعله، نفيد بعض يا حبايبي. الطريقة جميلة وصدقيني هتبهرك قوي، طعم وريحة حاجة كده اللهم بارك، وموفرة. سخنت الطاسة، حطيت فيها معلقة زيت، معلقة سمنة بلدي. حطيت الكفتة كده، ما مليتش بقى الطاسة. ساعة ما لقيتها سخنت تاني هضيف بقى واحدتين 3 كمان. بتعملي على قد افراد اسرتك، والباقي حطي في الفريزر في اي علبة كده محكمة الغلق. تيجي تعمليه تطلعيها من التلاجة يا دوبك يهدى 10 دقايق وحطيه في الطاسة، هيبقى معاكي اسرع كفتة. يعني لما تعملي حاجة زي دي اعملي كمية، طبعا حسب امكانياتك، واللي يتبقى معاكي حطيه في الفريزر. بينفع لاي وقت وقتك مش سامح ومستعجلة على الاكل. شايفين يا حبايبي ما قلبتش خالص الا لما دحرجت الطاسة كده ولقيتها خدت لون. شوفولي بقى الجمال، شمولي بقى الريحة، يا ريتكم شامين معايا الريحة. صدقيني جميلة ومن غير اي توابل كتير. طعم الفراخ باين فيها، والموتزاريلا فيها تحفة. هتعجبك جدا وتعجب اولادك وهتشرفك صدقيني. يا رب تجربوها بس وتعجبكم. شايفين يا حبايبي ما بنقلبش الا لما تاخد لون. نحرك الطاسة تبص تلاقيها فكت معاك. شوفوا لي اللون، ما تستعجليش، لان لازم الفراخ تكون مستوية كويس جدا. ما تستعجليش وتقولي خدت اللون اهي يلا طلع. لا يا حبيبتي، سيبها تاخد سواها على نار عالية، هتبقى زي الفل معاكي. تاخد كده اللون الذهبي الجميل كده من كل النواحي. قدمتها النهاردة مع شوية كده مكرونة سخنين كده اللهم بارك. مكرونة امهاتنا كده بشوية صلصة، حاجة كده اللهم بارك يا حبايب قلبي. تعالوا اتغدوا معانا، الف هنا وشفا على قلوب اللي كلوا، على قلوبكم حبايب قلبي. شوفوا لي المكرونة جميلة ازاي، والكفتة بقى هغرفها معاكم كده دلوقتي واوريكم جمالها، والجبنة سايحة جواها وتحفة. الحجم شايفين زي ما انا قلت لكم، الكفتاية بسم الله ما شاء الله تملى سندوتش فينو. يعني لو حابة تعمليها للمصايف ولا للمدارس تحفة. سخنة قوي، ربنا يجرنا من النار وعذابها. هقوم جايبة سكينة كده واحاول اوريكم تفريخة الكفتة من جوه هشة وجميلة، والجبنة سايحة ونايحة وتحفة. ويا رب حبايبي النهاردة يكون الفيديو كده جميل معاكم واستمتعتوا بيه. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك. الله يسعدكم حبايب قلبي. شايفين بقول لكم شوفوا الجبنة سايحة جواها ازاي، تحفة بتفتح النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.